سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ازيكم ايها الرائعين، ايها الزوافين الاساطير، اهلا بكم في القسم 34 من حكاية بيوم هانج السيد الشاب للارشيف السماوي العظيم. فلو ما شفتوش الاقسام اللي فاتت فانتم هتلاقوها في القناة او من قائمة التشغيل لا تظهر لكم دلوقتي حالا. وبدون مقدمات ما تنسوناش من اللايكات، ويلا بينا نكمل حكايتنا ونصلي على نبينا. وبعد الكلمة اللي قالها تشيل واللي زلزلت جسد بطلنا بيوم، بنشوفه متفاجئ قوي، وبنشوف كمان الشيخ الحكيم متفاجئ وبيقول لنفسه هل ناداه دلوقتي بهوا جونج؟ ولكن ليه هو متفاجئ للدرجة دي؟ انا ما شفتوش مصدوم ابدا في حياتي بالدرجة دي. وبيكون بطلنا متفاجئ جدا وبيقول لنفسه هل هو عارف انا مين؟ ازاي؟ هل عنده علاقة بحقيقة ان انا اللي خدت الجسد ده؟ اذا هو ما كانش لازم يجي علشان يشوفني من وقت طويل. وبيقول له بيوم هوا جونج قصدك ايه بكلامك ده؟ فبيقول تشيول ده انتقام من هوا جونج. فبيتفاجأ بيوم اكتر وبيقول لنفسه ثانية واحدة، وبيسأله بيوم من هوا جونج قصدك ايه؟ فبيقول له تشيول زي ما انا قلت لك. فبيقول بيوم لنفسه هل انا تعرضت من شويه لمقلب ولا حاجه؟ الموضوع مش وكانه كان بيناديني باسمي، كل اللي في الموضوع انه ما انتهاش من جملته. وبيقول له بيوم قول لي كل حاجه تعرفها. فبيقول له تشيول كانت الخطه هي ان احنا نخلي جيان هو حمام دم، نفس جيان هو اللي اشتغل هو جونج علشان يحميها، ده كل اللي انا اعرفه. فبيقول بيوم لنفسه للسبب ده كانوا عايزين الناس يجوا لجبل بوكتشو. وبيقول له بيوم والطريقه عشان تعملوا ده كانت ايه؟ فبيرد تشيول انا ما اعرفش التفاصيل. وفجأة تشيول بيبدأ يتألم بشكل غريب، فبيستغرب الحكيم العجوز هو وبطلنا، وبيقول الحكيم العجوز بنفسه هل تم زرع تقنية تقييد عليه؟ يا إلهي لازم يكون في تقنية تقييد هنا. فبيتدارك بطلنا بيوم الموضوع بسرعة وبيعمل تقنية الضغط عليه، وبيقول لنفسه للأفضل إن أنا أوقف الدماغ على إنه يبدأ نوبة صرع. وبيسأل بعدها تشيول جاوبني مين هو الشخص اللي راكب الكراكي؟ فبيقول له تشيول سامي المدمر. وبيبدأ تشيول ينزف من كل مكان. فبيقول بيوم لنفسه ما قدرتش اوقف نوبة الصرع حتى باستخدام تقنية الوخز، باين انه ده بيعني انها تقنية متقدمة. هل هي تقنية اسر الروح؟ وبيسأل بيوم طيب كنت بتتكلم عن الخطط ايه اللي هيحصل بعد كده لجبل بوكتشو؟ فبيبدأ تشيول ينادي بحد يساعده، وبينزف اكتر واكتر لحد ما بيموت وبيقع على الارض. وهنا بيقول بيوم لنفسه وادي الروح كانوا في قوة افعى النهر الاصفر تقريبا، هل رجعوا نفوذهم في ظل موتي؟ ايه اللي هيحصل يا ترى معاهم؟ كما لو اننا اسمح بكده كمان. وبيقول بيوم قرمزي خلي الطائر اللي كان مع تشيول يروح وطارده كمان. فبيقول له قرمزي زي ما انت بتأمر يا سيدي. وبعدها بيسيب الطائر يمشي، وبيسأل العجوز المقبول الحكيم هو ايه اللي بيحصل هنا؟ انا مش قادر استوعب كل اللي بيحصل، حاجات بتحصل لي بسرعة كبيرة، هل انا عجوز؟ فبيقول له بيوم صح انت عجوز كبير في السن. فبيتفاجأ العجوز الحكيم، وهنا بيقرب بطلنا لوجين وبيقول له وجين انت عايز ايه؟ فبيقول له وجين ارجوك اعفو عني. فبيقول له بطلنا طبعا، وبيضغط على نقاط الضغط بتاعته. فبيقول له العجوز الحكيم ايه انت هتعفو عنه قصدك ايه؟ فبيقول بيوم هيعيش هنا لكن مش لفترة طويلة. وبيقول بيوم لنفسه تم تسميمه بواسطة الضفدع الذهبي بالاضافة لاستخدامي لتقنية تعديل الجسد عليه، هيعيش هنا بينما هو حي وحتى وفاته. وبيكمل بيوم يلا بينا يا شيخ الحكيم خلينا ندمر الكهف كمان. فبيتفاجأ ووجين وبيقول للعجوز الحكيم ده اللي انت كنت تقصده. وفعلا هم طالعين بيدمروا الكهف تماما وبيخلوا ووجين محبوس. وبنشوف الشيخ الحكيم بيقول بس انت لين لحد ما، على فكرة انت لطيف قوي، لابد انه المئات من الاشخاص ماتوا على ايديه، كان لازم تقطع اطرافه قبل ما تدمر الكهف ده. وبعد ما بيطلعوا بنشوف ووجين محبوس جوه الكهف وبيقول انا ما اقدرش اموت كده، انا اشتغلت بجد عشان اوصل للنقطة دي، لو كنت بس قادر اتخلص من الحجارة دي بطريقة ما. ولكن هنا بتبدأ تتلوي دراعه وصوابعه بتتكسر، وبتبدأ تعديل الجسد يشتغل عليه. من ناحية تانية اول ما بيطلع بطلنا بيستقبلوا فرقة الاعدام السماوية. فبيقول بيهم اكتشفنا ان القوة ورا كل اللي بيحصل ده كانت وادي الروح، انا خليت قرمزي يتبعهم عشان كده فيلا بينا. وبينطلقوا كلهم بسرعة، وبنشوف شياو وايوم بيطلبوا اقنعة، وكلهم بيبداوا يتكلموا مع بطلنا عن الاقنعة اللي هم عايزينها وعن شكلها. فبيقول يلقى بالتخاطر للشيخ الحكيم سيدي
مش احنا دلوقتي في طريقنا لوادي الروح؟ ليه باين وكأنه الموضوع عادي بالنسبة ليهم؟ فبيقول له الشيخ الحكيم زعيمهم هو الأكثر هدوء بينهم كلهم، أكيد أتباعه هيكونوا زيه. فبيقول له يولجا هل عارف إيه اللي أنت بتقوله يا سيدي؟ فرقة الأقدام السماوية كانت كده دايما. فبيقول له العجوز الحكيم قصدك إيه بكلامك؟ فبيرد عليه يولجا هما بيتكلموا حوالين هياكلوا إيه النهارده. في البداية افتكرت إنهم كانوا بيهزروا، لكنهم بيدخلوا في معارك فعلية حوالين الموضوع ده، هما فقدوا عقولهم بجد. فبيقول العجوز الحكيم بنفسه بين إنهم غريبين لكنهم كلهم كانوا كأشخاص لطيفين، أنا حبيتهم. وبيقول ليولجا بالتخاطر قائد الفرقة مجنون، عشان كده الموضوع ذات نفسية على أتباعه. أفتكر إنهم كانوا كلهم مجانين. فكان الروح المقدسة النارية هو الابن الأول للأرشيف السماوي العظيم طوال الوقت. مش أنا قلت لك إزاي لوى رقبتي؟ أنا مت على إيديه. وبيقول الشيخ الحكيم بنفسه أنا واثق فيه لكني الآن. وبيجري بعدها لعند بطلنا وبيقول له بيوم هانج. فبيسأله بطلنا عايز إيه أيها الراكون؟ فبيقول له الشيخ الحكيم راكون؟ طب ماشي، كنت بتساءل بس إذا كان عندك خطة في ذهنك حوالين كيفية القتال ضد تقنية أسر الروح. فبيقول بيوم خطة؟ افتكرت إنك هتقتلهم كلهم وبس أيها الشيخ الحكيم. فبيقول له الشيخ الحكيم أنا؟ وبيتراجع شوية عن بطلنا. فبيقول له بطلنا مش وكأنك عملت حاجات كتيرة يعني حتى دلوقتي، وليه بتعمل مسافة ما بيننا؟ ولا أيها الشيخ الحكيم تريح فين؟ وبيتراجع الشيخ الحكيم عند يولجا وبيقول لنفسه هو إيه ده؟ هل هو بيتكلم بجد؟ أنا بدأت أشعر فجأة بالتقل كده. فبيقول بيوم لنفسه خطة عندي حاجات كتيرة. تقنية أسر الروح هي نوع من تقنيات التنويم المغناطيسي. العيون هي الشيء الرئيسي اللازم لاستخدام التقنية دي، وبيساعد الصوت وتعبيرات الوش ولغة الجسد على إضافة العمق الزيادة. عشان كده أنا محتاج إن أنا أوقعهم قبل ما يقدروا يبصوا لي. حتى أفضل طريقة أو خطة بديلة هي إنك تبص لهم تاني وتخليهم عاجزين إنهم يعملوا تقنيتهم عليك. لما تكون دورة التشيل خاصة بيك كويسة بما فيه الكفاية، فتقنية تنويم مغناطيسية زي دي مش هتنجح. بالتأكيد لازم تكون دورة التشيل خاصة بيك كويسة جدا، وللسبب ده تعتبر تقنية أسر الروح خطيرة. أنا استخدمت تقنية التخفي الخاصة بي عشان أفعل تأثيرات الوغز بالإبر بعدين عشان يوقف يولجا، لكن تقنية أسر الروح ممكن توقفهم فعليا بشكل دائم. أنا التقيت بشخص زي ده من 20 سنة، شخص ممكن يعمل أي حاجة وممكن يبقى سيد الكل، سامي وادي الروح المسيطر، لكني قتلته. وعلشان يرجع وادي الروح بعد 20 سنة من الوقت داك فلازم تكون دي هي خليفة السامي المسيطر. كانت مجرد طفلة في الوقت داك. للاعتقاد ان انا اشوفك تاني ما عنديش اي ندم. انت مشيتي في طريقك وانا مشيت في طريقي. وبنشوف بنت صغيرة واقفة قدام هوا جونج وهو طاير في الهوا كده. وبعدها بنرجع بفلاش باك وبنشوف البنت بتقول له ما تروحش. فبيقول بيوم لنفسه دي ريونج بنت تشو السامي المسيطر. وبتكمل ريونج ما تروحش ما تروحش ابدا، لا عملت كده هتندم طوال حياتك، ما تمشيش من هنا. فبيقول بيوم لنفسه سنها 10 سنين، لو التقينا في مواقف تانية كنت هقدم لها شوية كلام حلو. وبتقول له ريونج قتلني قبل ما تمشي، انت عارف ان احنا ما بنعيش حسب رغبتنا اصلا، انت عارف ان احنا هنجيلك في يوم من الايام صح؟ ولكن هوا جونج بيسيبها وبيمشي. فبتقول ريونج انت هتندم على ده. وفعلا جا اليوم اللي هيندم عليه بطلنا. وعند الجنوب شرق ضواحي مقاطعة شانشي بيشوف قرمزي بيقول سيدي احنا لازم نعمل ايه؟ مفيش اي حد هنا، المكان فاضي تماما. فبيقول الشاو هل عرفوا ان احنا جايين؟ وبيكمل بيهم لنفسه لابد انهم عرفوا المشكلة، اعترضنا طريقة طائر الناقل عشان كده ما خدوش اي تقارير، وربما عملوا كده ردا على عدم وجود تقرير او تاخر الطائر. دي حساسة قوي. وبعدها بيقول بيهم فرقة الابادة السماوية فتشوا المكان كله. فبينطلقوا كل الفرق وبيقول بيهم انتم لازم تتوجهوا معايا لجوه، تعالوا. وبينزلوا كده علشان يتمشوا. فبيقول العجوز الحكيم الجو هادي قوي على الرغم ان احنا في نص اليوم، هيكون من الافضل ان احنا نستكشف الموضوع بنفسنا. انا هتحقق من المنطقة ديك، انت روح من هناك يا يولجا. وهنا بيفعل بطلنا حاجة صغيرة كده وبيبدأ يدور في كل مكان، الغرف، اوراق الشجر ذات نفسه، الجثث. وبيلاقي فعلا مكان الجثث ومكان الكراكي. وبيقول بيهم اقدر اخمن ايه اللي حصل هنا. لما سيطر وادي الروح من المحتمل انهم قتلوا معظم الناس وما تبقاش الا عدد قليل عايشين بشغلهم الشاق، وكانوا هيعملوا ده بفرح شديد في كل من الشغل والموت بتاعتهم لطبيعة تقنية أسر الروح. فبيجي العجوز الحكيم وبيقول بقول لك ايه، خد نظرة على دي. وبيلاقوا ريشة. فبيقول بيهم كونك راكون بيخلي الموضوع سهل بالنسبة لك تلاقي الحاجات دي. فبيقول العجوز الحكيم انا مش سريع البديهة، انت اللي بطيء بس. على اي حال لازم تكون الطائفة دي كانت مخبأ مقنع لوادي الروح. فبيقول بيهم خلينا نتفحص الغرف بشكل كويس. وبيدخلوا الغرفة وبيقول بيهم انا شامم ريحة آثار الكراكي في الغرفة دي.
دي لازم يكون ده هو المكان اللي أقام فيه السامي المدمر. ممكن كمان أشم ريحة مختلفة طالعة من الغرفة دي بشكل خفيف قوي، ومن المحتمل كمان إنه يكون كان في عضو تاني في وادي الروح. ولما أبص للحاجات اللي موجودة في الغرفة فباين إنه تم استخدامها من قبل بنت. إذا كان الموضوع كده فده بيعني إنه الشخص اللي بقى هنا كان ست كمان، مش متأكد لسه، ولكن من المحتمل إنه تكون دي ريونغ. في كمان ريحة تانية موجودة هنا، أنا مش شايف أي دليل علشان أحدد هويتهم. لو كان في أثر صغير بس على الأقل. وبيبدأ يبص في عيونه فبيلاقي شعر على الأرض وبيشيلها وبيقول لنفسه شعر أحمر غامق، ريحته ما بتشبهش ريحة الكراكي، عشان كده فهي مش للسامي المدمر. فبيسأله الشيخ عن الخصلة دي فبيقول بيهم لازم يكون في حد منهم عنده شعر مش عادي. فبيقول له العجوز الحكيم في شوية فنون شيطانية بتغير جسد الإنسان، بين إنه دي واحدة من الحالات دي، لكني مش متأكد إيه هو الفن ده على وش التحديد. فبيقول بيهم لنفسه مفيش الكتير من الأشخاص العاديين اللي بيصبغوا شعرهم، هسمي الشخص ده أسود في الوقت الحالي يعني. وبيكمل بيهم باين إنه هو من نوع الامتصاص. فبيقول الشيخ الحكيم مستخدم لتقنية امتصاص المهارات، الأهم من ده أنت إزاي عرفت الموضوع ده؟ فبيقول بيهم الأرشيف السماوي عنده كتير من الكتب على فكرة. فبيقول له الشيخ الحكيم والنوع ده من الحاجات مكتوب هناك كمان، إذا هل أنت تعلمت الفنون القتالية بنفسك؟ فبيقول بيهم أنت محتاج تقرا حاجات كتيرة، بس لابد إنه فرقة الإبادة السماوية رجعت، ولما بيطلع لبره بيسألهم عملوا إيه، فبيقولوا له إنه مفيش أي حاجة، وإنه الأشخاص اللي شافوهم قالوا إنهم شافوا كراكي أثناء الليل، فلازم يكون ده هو المكان اللي عاشوا فيه، وإنه ما كانتش في أي أشياء مميزة غير ده، وإنهم ما شافوش أي شيء مختلف حوالين زعيم الطائفة والخدام، وكانوا الناس محتارين ليه سألوهم أصلا. وبيقولوا إن الطائفة دي ما تورطتش أبدا في أي مشاكل قبل كده، وإنهم لازم يكونوا جزء من وادي الروح من البداية، فشافوا هم زعيم الطائفة كتير قوي من يومين فاتوا. فبيفكر بيهم وبيقول لنفسه احتاج ان انا اوضح ليهم ازاي بتبان تقنية اسر الروح شخصيا، وبيشاور لهم بيهم على مكان وبيقول فرقة الابادة احفروا الارض جانب الحيطة هناك. فبيبداوا يحفروا كلهم، وفجأة بيلاقي جيون حاجة وبيخاف وبيتراجع لورا. فبيسأله يون حصل ايه، وبيقول جيون في اكتر من 50 شخص. فبيقول بيهم الاشخاص اللي قال التدهور فوق لازم يكونوا زعيم الطائفة وشوية خادمات ماتوا. فبيقول واحد من الفرقة هل تم التلاعب بيهم بواسطة تقنية أسر الروح؟ هل ما كانوش أصلا جزء من وادي الروح ذات نفسه؟ فبيقول لهم بطلنا ده هو اللي بتبان عليه تقنية أسر الروح يا جدعان. وبيقول لنفسه غادر وادي الروح المخبأ ده بالفعل، لازم بيكون بيحصل حاجات تانية بنفس الوقت في المكان اللي هيروحوا له. وبيقول بيهم قرمزي هحتاج مساعدتك. فبيقول له قرمزي اطلب أي حاجة يا سيدي، أنا عندي طاقة كبيرة. فبيديله بطلنا الريشة والشعرة وبيقول له افتكر الريحتين دول، دي ريحة الطائر الكراكي ودي شعرة شخص تاني، ممكن يكونوا منفصلين او مع بعضهم البعض، كائنات مخيفة قوي ما تتخلاش عن حذرك معاهم. بعد كده ارجع لمكان اجتماعنا. فبيطير قرمزي وبيقول له هلاقيهم لك بكل تأكيد يا سيدي. فبيقول بيهم لنفسه ريحة البنت باهتة شوية، لكن لازم يكون ما فيش مشكلة طالما لقينا السامي المدمر او الاسود القرمزي، فهتكون هي هناك كمان. وبعدها بنروح لمكان تاني لنزل غريب، وبنشوف شخص بيقول بقى الروح النارية المقدسة اكتر اهمية من اي وقت مضى. فبيقول شخص تاني انا اتفق معاك يا زهرة الروح، وبيكون ده من وادي الروح السامي المدمر واللي اسمه بي. وبيكمل بي ما كنتش اعتقد انه هيكون في شخص لا يمكن تحديده بقدراتك انت. فبيرد عليه سامي الكارثة واللي اسمه سيول دي مسألة وقت قبل ما نلاقيه. بيسبب الروح النارية المقدسة اضطراب في المكان اللي هيروحوا. واثناء كلامهم بنشوف شخص بيقول وسع كده ابعد سيبني. بقول لك ايه يا ست انتي، شيلي القناع اللي على وشك ده. فبتقول له البنت اللي موجودة واللي سماها سامي المدمر بزهرة الروح هل انت بتتكلم معايا؟ فبيقول لها الراجل انت عندك شجاعة انت بتسأليني ليه انت لازم تعملي كده لان انا اللي طلبت منك. فبتقول له البنت بس انا مش شخص بيتأمر. فبيقول لها الشخص ده هل لازم ابص بنفسي قبل ما اقتلك؟ فبتقول له البنت انت ما عندكش اخلاق بجد، تمام زي ما انت عايز ما تندمش بس. وبتخلع الشيء اللي على وشها وبيبان وشها كده. فبيبص لها الراجل وبتسأله هي هل انا الشخص اللي بتدور عنه؟ فبيرد الراجل لا. فبتقول له هي قرب شوية انا عندي حاجة اقولها لك. وبتقول له حاجة احنا مش بنسمعها. وفورا بيقوم الراجل وبيقول انا عملت خطأ كبير، انا جو وبطلب منك تسامحيني. وهنا بيجي شخص من بره واللي هو صاحب الحانة وبياخد جو ده وبيقول لهم انه كان بيزعج الناس وبيدور عن زوجته وحاجة زي دي، وهو كويس في استخدام السيف ومحدش كان قادر يوقفه. وبيعتذر منهم وبيقول لهم انه هيدفع لهم ثمن الاكل كله. وبعد ما بيمشي بنشوف البنت بتقول سيول مات صح، ما عندناش اي سبب للشك في ولاؤه. فبيقول لها سيول ده صحيح
صحيح هو مش الشخص اللي ممكن يفوت المواعيد النهائية مرات طويلة على موعد جية الطائر بتاعه. وبيكمل بيه: دلوقتي ما عندناش خيار غير تعقب الروح النارية المقدسة اللي عنده أدلة حوالين جوهر الصخور النقي، مع ضمان عدم وجود أي تداخل في المراسم بتاعتنا. فبتقول لهم البنت: انتقامنا ضد هوا جونج هيكون عظيم قوي. وهنا بنعرف انه البنت دي من وادي الروح، زهرة الروح ريونج اللي كانت صغيرة وبطلنا ما قتلهاش لو فاكرين. وبعدها بنروح لمكان تاني وبنشوف الشخص اللي كان بيتكلم مع ريونج ده واللي اجبرها انها تخلع الشيء اللي على وشها وهو بيستحمى في حاجة غريبة. وبنشوف بقى هي قالت له ايه لما قالت له: مش هتعتقد انه هيكون لطيف قوي انك تحرق نفسك. وبنشوفه هو بيحرق نفسه ومع البيت بتاعه وهو بيقول وبيضحك: ده هيكون لطيف قوي، لطيف جدا. وبعدها بيحكي لنا بطلنا في 3 شخصيات اساسية في وادي الروح: السامي المدمر اللي بيركب الكراكي، بي ريونج مستخدمة تقنية أسر الروح، وسامي الكارثة مستخدم تقنية امتصاص المهارات. فبيقول ايون: تقنية أسر الروح وتقنية امتصاص المهارات اتنينهم مخيفين قوي، افتكر انه كل الفنون الشيطانية مخيفة تماما. فبيقول له يون: صحيح، اتساءل ايه اللي بيعمله الراجل الكراكي ده. فبيقول له ايون: ثانية، هل سبق عليك انك كلت لحم الكراكي من قبل؟ ايه هو طعمه في رايك؟ وبيتكلموا عن الاكل كلهم، ومنهم اللي بيتكلم انهم ياخدوا الكراكي منه ويركبوه. فبيقول يولجا بنفسه: رجاله دول مجانين بجد، هل ما كانوش كلهم جادين في وقت سابق بسبب وادي الروح؟ وبيسأل يولجا العجوز الحكيم: هل يما كده دايما؟ فبيقول له العجوز الحكيم: دلوقتي بعد ما فكرت في الموضوع يولجا، هل انت اكلت لحم الكراكي من قبل؟ فبيتجنن يولجا انه العجوز الحكيم اتأثر بيهم. وعند انكانج شانشي قاعدة فرقة الإبادة السماوية بيشوفهم كلهم لسه بيتكلموا، وبنشوف سول بتقول: في حاجة انا لازم اعرفها، اذا كان زعيم تحالف الموريوم هوا جونج حيد اباد وادي الروح، فما كناش هنكون في الوضع ده دلوقتي. ليه هوا جونج ما قتلهمش كلهم لما جات له الفرصة؟ ولكن هنا كلهم بيسكتوا وبيبصوا لسول. فبتقول لهم هي: ايه مالكم؟ ليه بتبصوا لي كلكم بالطريقة دي؟ فبيقول لها شاو: بالتفكير في الموضوع كويس، انا متأكد انه ممكن تكتشفي الموضوع ده بنفسك. فبتستغرب سول وبيقول يولجا بنفسه: محدش بيقول حاجة ليها، فمش لازم ان انا اتدخل واشرح. شاو معاه حق، ممكن تعرف الإجابة لو فكرت شوية بنفسها. من المستحيل مسح وادي الروح بالكامل، كان في ناس هربوا وفي أطفال كمان. الواقع مختلف عن اللي ممكن تفتكره، ممكن الشخص يدرك ده من خلال التجربة وكمان من خلال التفكير في الموضوع شوية زيادة. دي مش مسألة خير أو شر، الأطفال ما عملوش أي خطأ، احنا ما نقدرش نعرف أي نوع من الحياة هيعيشوها الأطفال دول. وبنروح عند بيوم واللي بيفتكر كلام ريونج اللي بتقول له: ما تروحش، انت هتندم لو مشيت يا هوا جونج، ما تمشيش أبدا. فبيقول بيوم لنفسه: هل هم أبناء قادة وادي الروح؟ ما قدرتش أبدا أنسى الوشوش دي حتى لو كنت عايز ده. وبنشوف هوا جونج بيقول لهم: انت ما عملتوش أي شيء خاطئ، ماتوا آلاف الناس بسبب وادي الروح، ومع ذلك ما كانش ده من فعلتكم انتم يا رفاق مش محتاجين انكم تطلبوا المسامحة، عيشوا حياتكم، امشوا على طرقكم الخاصة. وبعدها بنرجع عند البنت اللي اسمها ريونج واللي بتقول: هوا جونج، كل ما بفكر فيك بشعر وكأني شفتك امبارح، بس الوش والصوت اللطيفين اللي انا مش قادرة انساهم. ممكن تكون مت ولكنك لسه عايش في ذهني، ومع ذلك يا هوا جونج انا اخترت الطريق ده، راقبني وشوف انا بعمل ايه. وبعدها بنشوف ريونج واقفة عند مكان واللي بيوقفها حارس فيه وبيقول لها: وقفوا، انتم مين؟ فبتستخدم عليه ريونج التعويذة بتاعتها وبتقول: انا جيت علشان اشوف بطرياق عشيرة سما. وفورا بتأثر على الحارس وبيدخلها بسرعة جديدة، وبيبدأوا الكل يرحبوا بيها وبيقولوا لها انه ده شرف عظيم بحضورها هنا. واما بطرياق عشيرة سما فبيكون مستغرب وبيقول: هل في حد جه هنا؟ ما كنتش اتصور ان احنا عندنا ضيوف، مين هم علشان يتلقوا زي الترحيب الحر ده؟ وفورا بتلتفت عليه ريونج وبتستعمل معاه التعويذة بتاعتها، فبيحييها بطرياق عشيرة سما. وبعدها بيقعدوا كلهم وبتقول هي: بطرياق سما، سمعت انه عشيرة سما اتصابت بالعار الشديد في قمة التنانين السماوية، من فضلك خبرني عن الموضوع. فبيقول لها الراجل: طبعا تلميذ تعبان النهر الاصفر جهز فخ ادى لي مواقف ما تخيلناهاش ابدا، البداية كانت كذا 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 كذا، وبعدها الابن الاول للارشيف السماوي العظيم. فبتقول له ريونج: من اللي سمعته منك باين ان هو شخص مشرق من كل زاوية، ده اكتر اثارة للاهتمام من الروح النارية المقدسة كمان. فبيقول لها سيول: افتكر انه هيكون مفيد لو قدرت تاخديه لجنبك. فبتقول له ريونج: الموضوع مغري قوي، ايه حجم قوة النخبة عندكم يا سيد سما؟ فبيقول لها سما: حوالي 200، اذا كان في اي عدو لازم نقتله فلازم تقولي لنا فورا، هاتوا لاي شخص محتاجة مني ان انا اقتله.
فبتقول لهم ريونغ طائفة جبل هو. فبيقول لها البطريرك مش هتكون دي معركة سهلة ابدا. فبترد عليه ريونغ ما تقلقش هتساعدنا طائفة شونجانان. فبيقول لها بطريرك سما طائفة شونجانان؟ ايوه اذا اشتغلنا احنا وطائفة شونجانان مع بعض فحتى طائفة جبل هو هتسقط، طائفة جبل هو هتبقى رماد وبس. فبيقول لها سيول انت بجد ست رائعة. فبتقول له ريونغ انا لا شيء مقارنة بتقنية استيعاب المهارات الخاصة بيك. فبيقول لها سيول لا ممكن اكون موهوب لكن لا يمكن مقارنتي بيكي. وبنشوف ريونغ بتقول لنفسها هوا جونغ هل ممكن تشوف ده؟ انا مختلفة عن ابي تماما، انا افضل منه، وقت لقائنا هيبقى قريب جدا انا وانت. فيا ترى ايه اللي هتعمله ريونغ دي وايه اللي هيعمله بطلنا معاها ومع الماضي اللي بيلحقوا لحد دلوقتي؟ كل ده واكتر من احداث اسطورية هنعرفها في الاقسام اللي جاية من حكاية بيوم هانج السيد الشاب للارشيف السماوي العظيم. فلو وصلتم للدقيقة دي من الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات ورقة شجرة، وما تنسوناش من اللايكات الاشتراكات، ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم تذكروا الله. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، سلام.